السلام عليكم. في هذا اللقاء سوف نتحدث عن آية عظيمة تبرز عظمة الخالق وتكشف لنا أسرارا كونية مبهرة لم نكن نعرفها إلا مؤخرا مع تطور العلم الحديث. يقول تعالى في سورة الطارق: والسماء ذات الرجع. فما معنى الرجع؟ الرجع هو المطر. السماء ذات الرجع التي ينزل منها المطر. عندما تتأمل دورة المطر تجد أن بخار الماء يصعد للأعلى ثم يعود على شكل مياه. إذن هي عملية رجع، دائما يرجع المطر إلى الأرض. كذلك الأمواج الكهروطيسية والراديوية تنعكس على حدود الغلاف الجوي أيضا. سبحان الله. إذن كما استمعتم كل التفاسير فسرت الرجع بأنه المطر الذي ينزل من السماء ويعود في دورته، أو الموجات التي تصعد ثم ترتد، أو كل شيء يصعد من الأرض ويعود إليها دون أن يغادر الغلاف الجوي. لكن في هذا الفيديو سنقدم فهما مختلفا ربما لأول مرة تسمعه، فهما قرآنيا يتماشى مع تسلسل آيات الخلق في القرآن ومع ما وصل إليه العلم الحديث من حقائق مذهلة حول نشأة الكون وتوسعه ومصيره. إخواني الكرام، قوله تعالى: والسماء ذات الرجع. فالله في هذه الآية لا يتحدث عن ظاهرة تحدث في السماء، بل يعطي صفة جوهرية للسماء نفسها. والسماء ذات الرجع، أن السماء تتصف بخاصية اسمها الرجع. ولكن السؤال: ما هي هذه السماء؟ هل هي ما نراه فوقنا؟ هل هي هذه الأغلفة الجوية السبعة؟ الإجابة لا. السماء المقصودة في هذه الآية ليست سماء الدنيا التي تمثلها الأغلفة الجوية السبعة المحيطة بالأرض، لأن كل هذه الأغلفة في الحقيقة تعتبر جزءا من الأرض نفسها من حيث المفهوم القرآني والعلمي. لماذا؟ لأن هذه الأغلفة مرتبطة بالجاذبية الأرضية وتتماسك بفعل القوة المغناطيسية الهائلة الموجودة في نواة الأرض، وتدور مع الأرض في نظام موحد ومتماسك، وبالتالي فهي جزء من الأرض. وبالتالي لا يمكن القول بأن السماء المقصودة في الآية هي طبقات الجو التي ينزل منها المطر. إذن السماء المقصودة في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع هي السماء الكونية التي توجد خارج الأغلفة الجوية للأرض، حيث تتميز بطبقات لا ترابط ولا تماسك بينها، عكس كما هو الحال في الأغلفة الأرضية، بل هناك تباعد مستمر وانفلات متزايد وتمدد دائم بفعل قوة الحركة والدوران. فكما تعلمون كل شيء في ملكوت الله يسبح، أي يدور، وهذا الدوران هو ما يسبب التمدد والتوسع للكون. وهذا هو المعنى العميق لكلمة الرجع. فالرجع ليس مجرد رجوع شيء، بل العودة الكونية إلى نقطة البداية بعد التوسع والتمدد، كأن السماء في دورتها الكاملة بدأت كنقطة تتميز بالوحدة والالتحام، وهو ما عبر عنه القرآن بقوله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، ثم تنتقل إلى مرحلة التمدد الهائل: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، ثم تعود وتنكمش وتطوى كما بدأت، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب.
وهنا تتجلى عظمة التعبير القرآني. ذات الرجع أي السماء التي تتمدد وتعود، تنبسط ثم تطوى وتعيش دورة كونية كاملة، هي من أعظم الآيات على قدرة الله وسنته في الخلق. وهذا المعنى يا إخواني الكرام يتطابق بشكل مذهل مع ما يقوله علماء الكون اليوم حين يتحدثون عن الانفجار العظيم وتوسع الكون والانكماش العظيم، أي أن القرآن لا يصف ظواهر سطحية، بل يصف المسار الكامل لنشأة الكون ومصيره في 3 كلمات فقط: والسماء ذات الرجع. وهذا يدعونا للتفكر لا فقط في المعنى، بل في صاحب هذا الكلام الذي يعلم أسرار السماء والكون من بدايتها إلى نهايتها. إخواني الكرام، في الختام نضرب لكم موعدا في الجزء الثاني من هذا الفيديو، حيث سنتناول فيه قوله تعالى: والأرض ذات الصدع. نكتشف سويا أن معنى الصدع ليس كما هو شائع في بعض التفاسير بأنه مجرد الشقوق أو ما تخرجه الأرض، بل هو معنى أعمق يرتبط بتماسك النظام الأرضي ودوره في استقرار الكون. فكونوا معنا في اللقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم.